أساء رجل صحابيا كان بيسكر عبد الله وبيسموه حمار ولا شنو، ده بيسكر سكر جد، يعني عندنا يحس مدمن. والله نحن الواحد كان شاف سكران يشوف نفسه يا زول أعوذ بالله من السكارة. مرة نصحنا واحد في الحفلة، والله يا زول أدبنا أدب نمن عرفنا حاجة. أنا معي واحد قال لي اسمع زول السكران ده زول كبير نقدم له نصيحة، أنا ببدأ الآية وبلخبطها وإنت خش في النصيحة. قام هو راكب قدامنا طوالي قال لي يا أخي إن ربنا مش قال إنما الخمر والأنصاب وقام قال لي كده، كان هو ذاته زول قدام قال لي لا، قال لي لا ما يا ابني، لا يا ابني، لا ما بيقرأ كده. الخمرة دي قال لي نزلت فيها 3 آيات. الآية الأولى إنما الخمر والميسر يسألونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. قال لنا الناس بيشربوا ساي، دي الآية الأولى. لحد ما ولا تقربوا الصلاة وأنتم شنو؟ قال لها في ناس بيجوا يسكروا بعد العشاء، ده هو ذاته بيعلم فينا قاعد قدام. قال لي لحد ما قال عمر بن الخطاب اللهم حدا شافيا فاصلا في الخمر، إما حلال فنشربها وإما حرام شنو فننتهي عنه. قال لحد ما جات ينتهون، قال ناس عمر بن الخطاب وناس منو والصحابة والناس التمام تمام قالوا انتهينا، لكن ناس نحن لسه. قام أخونا ذاك زعل منه قال لي يا زول مدمن الخمر كعابد وثن وتموت يوم القيامة. قال لي لا يا ابني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت له يا زول هو يا زول ده والله خير بكم مشينا اللي قدام نحن ذاتنا يمكن نسكر، أخليه الزول ده فيكم ده سكر ذاته بعلم مش ساكت. فأنت تشوف نفسك فاهم. فقام واحد صحابي قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعينوا عليه الشيطان إنه لا يحب الله ورسوله. شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الجلد ده الحد، لكن ما تدخل خشمك.